السؤال الخامس عشر: ما هي الدولة التي كانت تسمى تنجانيقيا؟ جنوب إفريقيا، تايلاند، أنغولا، تنزانيا. الإجابة الصحيحة تنزانيا. السؤال الرابع عشر: من هو العالم الذي فك رموز الحروف الهيروغليفية؟ مارتن هنشي، كليبر، نابليون، شامبليون. الإجابة الصحيحة شامبليون. السؤال الثالث عشر: أين ظهرت الصحف لأول مرة في التاريخ؟ باريس، برلين، ميلانو، روما. الإجابة الصحيحة روما. السؤال الثاني عشر: ما هي المسيرة التي قادها الزعيم الهندي غاندي؟ مسيرة العلم، مسيرة الورد، مسيرة الملح، مسيرة الحرب. الإجابة الصحيحة مسيرة الملح. السؤال الحادي عشر: من قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى؟ الفرزدق، جرير، البحتري، تأبط شرا. الإجابة الصحيحة تأبط شرا. السؤال العاشر: من مؤلف كتاب المغني في الفقه؟ ابن قدامة، السيوطي، ابن تيمية، البخاري. الإجابة الصحيحة ابن قدامة. السؤال التاسع: من أول من صاغ مؤلفات في القرآن الكريم؟ ابن عباس، ابن مسعود، عمار بن ياسر، سعد بن عبادة. الإجابة الصحيحة ابن عباس. السؤال الثامن: من الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير؟ أبي هريرة، علي بن أبي طالب، أنجشة، عمر بن الخطاب. الإجابة الصحيحة أنجشة. السؤال السابع: في أي المناطق يعيش النمر الأبيض؟ الربع الخالي، سيبيريا، أفريقيا، أستراليا. الإجابة الصحيحة سيبيريا. السؤال السادس: ما هو الذهب الأبيض؟ الملح، السكر، الدقيق، القطن. الإجابة الصحيحة القطن. السؤال الخامس: ما هو السلاح الأبيض؟
السيف، السكين، الشطور، الخنجر. الإجابة الصحيحة السكين. السؤال الرابع: الراية التي يرفعها المستسلم تكون بالأزرق، الأخضر، الأبيض. الإجابة الصحيحة الأبيض. السؤال الثالث: الأبيضان اسم يطلق على اللبن والملح، السكر والملح، الماء والسكر، اللبن والماء. الإجابة الصحيحة اللبن والماء. السؤال الثاني: ماذا نسمي اللون الأسود شديد السواد؟ أسود هالك، أسود مالك، أسود حالك، أسود سالك. الإجابة الصحيحة أسود حالك. السؤال الأول: ما هو الذهب الأسود؟ البترول، البنزين، المازوت، العسل. الإجابة الصحيحة البترول.